السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في قناة كوكب النباتات، ونقدم لكم النهاردة نبات توت العليق أو شجرة البلاك بيري أو التوت البري، أي اسم من ده يمشي عليه. وده نبات طبعا هو شجيرة مش شجرة، وده بيصلح لزراعة الأسطح، وبيزرع للأرض المستديمة، وبيصلح للبلكونات. لما بتكلم النهاردة عن البلاك بيري، طبعا كلنا لازم نشتري شتلة صغيرة من أي مشتل. هو سعره مش غالي جدا، يعني الشتلة تعملها مثلا في حدود 50 جنيه 60 جنيه، وهي بتيجي شتلة صغيرة حوالي 30 سنتي. بتيجي في قصيص صغير، وبعدين احنا بنجيبها زي ما حضراتكم شايفين، بنجيب قصيص كبير وننقلها فيه، وبنراعيها. بنحاول نراعيها بالري المنتظم، وبلاش التسميد في المراحل الأولى طبعا عشان هي بتبقى نبتة لسه ضعيفة. وكل ما بتجف التربة بنسقيها زي ما انتوا شايفين، وبلاش نرويها بغزارة عشان ده بيبقى نبات لسه ضعيف وصغير. والتسميد بلاشه برضه في المرحلة الأولى. والنبات ده بيفرغ، بس بياخد مدة حوالي شهرين استقرار، وما بيحاولش أي نموات تطلع. وبعد الشهرين تبتدأ النموات تطلع بغزارة زي ما انتوا شايفين، تطلع منه فروع. الفروع دي بتعوز سلك أو بوص تحمل عليه عشان تمدد عليه على طول. وبعد الشهرين بتبدأ الثمار زي ما حضراتكم شفتوا في أول الفيديو. الثمار بتطلع الأول زهرة، وبعد الزهرة دي بحوالي أسبوع أو 4 أيام الزهرة بتتحول لثمرة زي حضراتكم شفتها في أول الفيديو. والزهرة بتتحول لثمرة مستديمة، تبقى ثمرة بيضة الأول بعد الزهرة، وبعد كده بتحمر، وبعد كده ب3 4 أيام تبدأ إن هي تاخد اللون الأسمر، اللون الطبيعي اللي هو لون الثمرة البلاك بيري الطبيعي اللي هو الأسمر. والنبات بيتنه يطرح حوالي 4 أشهر مستديمين، وهو بعوز الجو المعتدل، ولا حر ولا ساقعة. يعني في الحر الشديد ممكن نظلل عليه، عشان الحر الشديد ده خطر عليه. زي حضراتكم انتوا شايفين الثمارة دي خضرة، وفي الطريق ان هي تتحول لسمرة زي اللي حضراتكم شايفين. ولو جينا لشجيرة البلاك بيري او توت العليق ونتكلمنا على فوائدها، طبعا حضراتكم كلكم عارفين فوائدها، بس احنا هنقول بعض منها برضه. هي عبارة عن مضادات أكسدة، يعني ده بتنفع الجسم في كل وظائفه، إذا كان عين، إذا كان قلب، إذا كان جهاز أعصاب. هي بتنفع كمضادات أكسدة للجسم كله. يعني بتحسن وظائف الدماغ، بتحسن وظائف القلب، بتحسن صحة الجهاز الهضمي كله، بتقوي المناعة، بتنظم سكر الدم، بتعزز من صحة العينين والجلد. يعني هي مضادات أكسدة أولى، ورعايتها بسيطة وسهلة. لو احنا زرعناها على السطح ما مش هتعوز مننا رعاية كتيرة ولا وقت. وكل الحكاية ما بعد الشهرين نبدأ نسمتها بشاي الكمبوست، اللي هو مخلفات المطبخ بعد تجفيفها، بتتحط في شوية مية لحد أسبوع 2، لحد ما تتحول لسماد. ونخففها بالمية بعد كده، ونحاول نحطها للنبات كل 10 أيام. وده تسميد كويس ومناسب. او عاوز تسمد هات ال NPK اللي هو 19 او 20 ونسمد بيه. وهي بتطرح على طول وثمارها متوفرة. وطبعا الفرع اللي بعد اشهر هيبقى فيه فروع تجف، بنقصها طبعا عشان الفروع اللي بتطلع من تحت النبات من بعد الجذر من فوق في فروع جديدة، وهي دي اللي بتبقى الفروع العمالة اللي هي بتشيل ثمار. والفروع القديمة دي طبعا بنقصها ونحاول نتخلص منها، عشان الفرع اللي بيطرح مرة ما بيطرحش تاني. ونبات توتال عليه ما بعوز قصيص كبير ولا حاجة، ممكن قصيص بسيط خالص. يعني لو في بلكونة. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. وما تنسوش اللايك والشير
لفايدة الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.